السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيكم في بداية سلسلة جديدة هنفك فيها مع بعض غموض واحد من أهم وأخطر مجالات عصرنا، الأمن السيبراني. النية الأساسية من السلسلة دي بإذن الله هي إنها تكون علم ينتفع بيه وصدقة جارية ليا والكل اللي هيسمعها ويستفيد منها ويشاركها مع غيره. المرجع بتاعنا أو الخريطة اللي هنمشي عليها في رحلتنا هو كتاب عالمي استثنائي اسمه The Cybersecurity Body of Knowledge، أو اختصاراً سايبوك. الكتاب ده مش أي كتاب، ده خلاصة خبرة عشرات الخبراء من كل حتة في العالم، واللي أشرفت عليه جامعة بريستول البريطانية العريقة. طيب، خلينا ندخل في الموضوع على طول. لما بنقول كلمة أمن سيبراني، إيه أول حاجة بتيجي في بالنا؟ غالباً بتكون كلمة السر، صح؟ بس الحقيقة إن الموضوع أعمق وأكبر من كده بكتير، وده اللي هنوضحه دلوقتي. شوفوا، كتير مننا بيفكر في الأمن السيبراني زي ما هو واضح على الشمال، مجرد برنامج أنتي فيروس أو إننا نغير الباسورد كل شوية. لكن في الواقع زي ما بنشوف على اليمين، الأمن السيبراني هو منظومة كاملة هدفها تحمي كل حاجة ديجيتال في حياتنا، بياناتنا، أجهزتنا وشبكتنا من أي تهديد أو أي محاولة استغلال. الموضوع فعلا مش رفاهية خالص. ده بالظبط زي القفل اللي على باب بيتنا، بس بدل باب حديد وكاميرات مراقبة، هنا بنتكلم عن كلمات مرور قوية وأنظمة تشفير وفرق متخصصة بتحمي أصولنا الرقمية، سواء بنتكلم عن شخص عادي أو شركة أو حتى مؤسسة ضخمة. وبما إن المجال ده واسع ومتشعب جدا، أكيد هنحتاج خريطة عشان منتهش. الخريطة بتاعتنا هي مرجعنا الأساسي، كتاب سيبوك. كتاب سايبوك ببساطة هو مرجع شامل بيلم كل فروع وتخصصات الأمن السيبراني في مكان واحد منظم وواضح. يعني بدل ما الواحد يتوه بين 1000 مصدر وكورس، الكتاب ده بيرسم له الخريطة كلها وبيحط كل حاجة في مكانها الصح. واللي يدي للكتاب ده مصداقية وتقل كبير قوي هو إن اللي شارك في كتابته أكتر من 100 خبير عالمي في المجال. والخبراء دول مش من مكان واحد، لأ، دول جايين من خلفيات مختلفة جداً، من جامعة بريستول في إنجلترا لمؤسسات حكومية وشركات تكنولوجيا عملاقة وجامعات دولية مرموقة. التنوع ده هو اللي بيدي للكتاب قوته. الكتاب بيقسم المجال كله لثلاث أعمدة أساسية. الأول هو المفاهيم الأساسية، ودي زي ما تقول كده ألف ب أمن السيبراني، زي التشفير والشبكات. بعدها بنخش على المجالات التطبيقية، وده الجانب العملي بقى، زي اختبار الاختراق. وأخيراً الجزء الثالث هو الحوكمة والسياسات، وده اللي بينظم كل ده بقوانين وإجراءات. طيب تمام، إزاي بقى هناخد كل المعرفة الضخمة دي ونحولها لحاجة بسيطة ومتاحة للكل؟ خصوصاً إننا بنتكلم عن كتاب حجمه كبير، وده ممكن يخض أي حد في الأول، وده طبيعي جداً. طريقتنا هتكون بسيطة ومباشرة. في كل مرة هنمسك موضوع واحد وهنشرحه بلغة سهلة وبالعامية، من غير كلكعة ومصطلحات معقدة. الهدف إن المعلومة توصل وتكون خفيفة ومفيدة وقابلة للتطبيق. والأهم من كل ده إن المحتوى ده هيكون متاح للجميع بشكل مجاني تماماً. طب السلسلة دي لمين؟ الحقيقة هي لكل الناس، سواء طالب في جامعة أو مهندس أو أي حد غاوي تكنولوجيا، حتى أولياء الأمور اللي عاوزين يعرفوا إزاي يحموا أولادهم على الإنترنت. هدفنا هو نشر الوعي التكنولوجي الحقيقي في مجتمعنا، وهو ده اللي بيرجعنا تاني لرسالتنا الأساسية، إننا نبني إرث من العلم النافع اللي يستمر أثره. لأن فعلاً العلم لما بنشاركه فايدته بتزيد وبتضاعف. ممكن معلومة واحدة بسيطة توصل لشخص وتكون سبب إنها تحميه من خطر إلكتروني أو تفتح له طريق جديد في حياته. وده كله بيصب في مفهوم الصدقة الجارية، تطبيقاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها طبعاً علم ينتفع به. فدي نيتنا كلنا إن شاء الله من السلسلة دي. وفي النهاية مهم أوضح إنه كل المحتوى اللي بنقدمه هو تلخيص وشرح مبسط لكتاب سايبوك، وأي حد حابب يتعمق أكتر، الكتاب نفسه متاح للتحميل مجاناً من الموقع الرسمي www.cybook.org. استنونا بقى في الحلقة اللي جاية بإذن الله، عشان هنبدأ رحلتنا فعلاً مع أول الفصول، وهنتكلم عن أساسيات أمن المعلومات والتشفير والهجمات الحديثة. دمتم دايماً بخير وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو الحلقة فادتك ادعي لنا بخير وادعي لوالدي بالرحمة. اكتب سؤالك أو الموضوع اللي نفسك نغطيه تحت. المصادر والخطوات في الوصف. اشترك وفعل الجرس ونشوفك في الحلقة الجاية.